وندخلوا القضيه ديال اليوم. القضيه ديالنا ديال اليوم، كان واحد النهار تلقى مركز الدرك الملكي واحد البلاغ، واحد المعلومه صون التليفون، يجاوب الجدرمي اللي بيرمانونس كيلقى شكون اللي متصل به، عاون السلطه المحليه في واحد الدوار. قال لي يا ودي راه يلا علمني واحد السيد راه كان تيرعى الغنم ديالو وراه لقى الجثه ديال واحد البنت في المقبره، راه ميته ومرميه تما. مجرد ما تلقى هاد الجدارمي اللي كان بيرمانوس تلقى هاد الخبر، علم قائد المركز الوجدان ديالو، علمو الوجدان بطبيعه الحال تيعلم السلطات القضائيه وتيعلم الرؤساء الاداريين. تحزموا جدارمي اللي كانوا تما ومعاهم قائد المركز وانتقلوا للبلاصه اللي نعت لهم هذاك عاون السلطه. ملي وصلوا تيلقاو بان هذيك المقبره مقبره مهجوره. علاش؟ لحقاش مقبره عمرات، مبقاوش الناس ديال الدوار كيدفنوا فيها، ولاو كيدفنوا في مقبره ثانيه. دخلوا لوسط المقبره كيلقاو الجثه ديال واحد البنت تكون العمر ديالها في العشرينيات، البدايه ديال العشرينيات، وما فيها لا طعنه بسكين لا ضربه في الراس لا حتى حاجه. من خلال المعاينه الجسديه اللي داروها رجال الدرك الملكي بان لهم بان كاين اثار ديال العنف على مستوى العنق ديالها. بحيله هاد السيده من خلال المعاينه كيبان بان هاد السيده هادي تقتلات عن طريق الخنق، شي واحد قتلها مور بار سترونغولاسيون. هادي لحقاش ما كاين لا اثر العنف في الذات ديالها كامله، ما كاين لا ضربه الموس، ما كاين لا ضربه العصا، ما كاين لا دم لا حتى حاجه. وكانت واحد الحاجه كتكون هذه غير للافاده بالنسبه للزملاء المزاولين، الانسان الجثه اللي كتكون مخنوقه ميته عن طريق الخنق كتلقاها مكنززه قاصحه، كتبغي تطوي اليد ما كتبغيش تطوى، كتكون الجثه قاصحه. هذه غير واحد النقطه بغيت نفيد بها الزملاء. داكشي اللي عاينوا هاد الناس اللي كانوا مكلفين بالبحث. دارت واحد الحملة تمشيطية في أرجاء المكان، ما تلقات حتى شي حاجة، ومن خلال المعاينة كيبان بأن السيدة ما مقتولاش تما، غادي تكون مقتولة في شي بلاصة وجات طرمات تما. وعلاش طرمات تما؟ طرمات على أساس هذيك المقبرة مهجورة ما بقى يمشي ليها حتى شي واحد، يعني ما غتلقاش. وكانت الجثة باقا صاينة، يعني حديثة العهد، يلا تقتلت ديك الجثة. المهم دارت المعاينات، دار واحد التفتيش جسدي في اللباس ديالها. اللباس ديالها كيبان عادي، بنت البادية، اللباس ديال بنات البادية، وتحية البنات البادية. يعني من خلال هذيك العملية التفتيش بحضور واحد جوج ديال الشاهدين ما تلقى عندها حتى شي حاجة، لا لاكارت لا التليفون لا فلوس لا حتى حاجة ما تلقات عندها. الجثة الهوية ديالها غير معروفة، ولكن ملي غير معروفة بإثباتات عن طريق البطاقة الهوية، بطاقة الهوية ما عندهاش، ولكن الناس اللي كانوا حاضرين تما تعرفوا عليها لأنها بنت الدوار، كانت حاضرة من داك الدوار وكيعرفوها حق المعرفة. تهزات هذيك الجثة بعد ما دارت المعاينة ودارت واحد الحملة تمشيطية في عين المكان، وهذه الحملة التمشيطية ما عطات حتى نتيجة إيجابية. تهزت الجثة ومشات لمستودع الأموات باش تخضع للتشريح الطبي باش يبان السبب الحقيقي ديال الوفاة. من بعد تفتح بحث في هذه النزيلة هذه،
البحث تبداوه الناس المكلفين بالبحث بالاستماع لهذاك اول واحد لقى الجثه. شكون الاول اللي لقى الجثه؟ واحد السيد هو من الدوار. استمعوا لي رجال الدرك الملكي في الظروف اللي لقى فيها هاد الجثه هادي. هاد السيد التصريح ديالو قالك بان كان تيرعى الغنم ديالو كالعاده، كترعى الغنم ديالو غادي تيخرج مع الصباح حتى العشيه وكيرعى تما غير في النواحي ديال الباديه داك الدوار فين ساكنين. قال لك دخلوا ليه الغنم لوسط المقبره، ودخل المقبره على اساس باش يخرجهم احتراما للحرمه ديال المقابر، لحقاش المقابر عندها حرمه ديالها خصها تحترم. ملي بغى يجري على الغنم تخرج من المقبره كتبان ليه الجثه ديال ديك البنت. قال لك بان مشى لعندها صحابو واش سخفانه ولا، ولكن ملي وصل لعندها تيقن من خلال اللون ديالها بانها راه جثه حميده. قال لك مشى عند الدوار وتلاقى، سول في عون السلطه، علموا بهاد المعطيات، وعون السلطه هو اللي علم المركز ديال الدرك الملكي. واش عندك علاقه بهادشي؟ واش هاد البنت كتعرفها؟ قال لك ودي كنعرفها، راه بنت الدوار. الحمد لله واحد اللغز، واحد النقطه اللي كتكون هاجس عند الناس المكلفين بالبحث، هو التحديد ديال الهويه ديال الجثه. هي تحددت الهويه، ولكن مازال ما تحددتش الهويه ديالها بصفه قطعيه. من بعد غادي يجيو الوالدين ديالها ملي ساقوا الخبار، تجي الام والاب ديالها تقدموا عند الجدرميه، وكانوا هاد الام وهاد الاب كانوا جاو بحال الا قلتي النهار اللي قبل جاو للمركز، بغاو يديروا واحد البلاغ، واحد التصريح ديال بحث لفائده العائله بخصوص الاختفاء ديال بنتهم، هذيك البنت اللي تلقات مقتوله. كانت هذاك النهار ما جاتش للدار، وجاو بلغوا رجال الدرك الملكي، وهذا البلاغ ما كيدارش في البلاصه. تمشي عند البوليس ولا عند الجدرميه تيقول لك واحد 48 ساعه، قلب في السبيطارات، سول في العائله، سول في هادي، اكو ما يبان، حتى كيقطعوا الياس دوك الناس ديال العائله ديالو، عاد كيدار هذاك البحث لفائده العائله. ولكن هذوك جاو الغد ليه تلقات الجثه. لحقاش فاش يجيو عندك يبلغوا بالاختفاء ما يمكنش دير بحث على قتل ولا على سلاح، لحقاش ما يمكنش تباشر الابحاث بقضيه ديال القتل بدون باش توفر لك الجثه، لحقاش ما كايناش الجثه في الاول. قال لهم غير بنتنا ما عرفناها واش حيه واش ميته، واش سرطاتها الارض، واش هربات، واش داها شي واحد، واش اختطفات، يعني مصير ديالها مجهول. جاو هذوك الوالدين داوهم رجال الدرك الملكي، اول خطوه داوهم لمستودع الاموات وراوهم البنت. مجرد ما شافوا البنت تعرفوا عليها بواحد السهوله اللي هي فائقه، بقاش بنتهم هذيك تيعرفوها، خصوصا ان الجثه باقي الملامح ديال الوجه صاينه، يعني ما كانش عندهم صعوبه في التعرف على الجثه ديال بنتهم. لاكارت ديالها واش عندكم؟ قال كاينه لاكارت ديالها في الدار. هاد البنت شنو القضيه ديالها؟ قال لك هاد البنت بانها كانت ممزوجه حتى شي حاجه، وراه كانت خدامه في واحد الفيرما قريبه تما للدوار، تخدم باش تعاون عائلتها، لحقاش عائلتها كانوا على قد الحال. وكانت هاد البنت آية في الجمال، كان عندها واحد الجمال اللي جذاب بالشهادة ديال الناس اللي كيعرفوها. وكانت خدامة الجورني ديالها، تخدم الجورني ديالها عند واحد السيد في واحد الفيرما، هي مجموعة ديال البنات. قال لك اودي راه كتمشي ديما في الصباح، ديما مع العصر راه كتكون في الدار، الا
البارح اللي كانت اختفت فيه راه وصل العصر ما جاتش، وراه حتى المغرب مازال ما جاتش. واتصلنا بالناس اللي كيعرفوها ما قالوا لنا حتى شي حاجه. قالك هي هذيك علاش جاو للمركز وبلغوا بالاختفاء ديالها. واش عندها شي مشكل؟ واش عندها شي نزاعات مع شي واحد؟ قالك لا، بنتنا ترونكيل وما عمرها عاودت لنا شي حاجه، ما عمرها قالت لنا شي حاجه. ملي استمعوا الاباء ديالها الام والاب نفس التصريح، ما عطاوش شي حاجه اللي تقدر تفيد البحث الا حاجه وحده، هو الرقم ديال الهاتف ديال البنت، واللي قال لك ودي راه البنت بقينا كنصونيو عليها التليفون ديالها طافي. شدينا داك الرقم ودارت ليه طلب الخبره. بعد ما اشرات على داك الطلب ديال الخبره، اشرات عليه النيابه العامه باش تعرف الارقام اللي كيعيطوا لذاك التليفون والارقام اللي عيطات لهم هي. ربما تلقى شي معطيات اللي تقدر تعاون في الفك ديال اللغز ديال المقتل ديال هذه الفتاه هذه. من بعد ما استمعوا الاباء ديالها وقال لك كتخدم، مادام قالوا في الافاده ديالهم كتخدم في واحد الفيرما، يعني خصهم يستمعوا لدوك الخدامات اللي كاينين في الفيرما، ربما يكونوا عارفين عليها شي حاجه الوالدين ديالها ما عارفينهاش. استمعوا رجال الدرك الملكي بعد ما انتقلوا لديك الضيعه الفلاحيه، استمعوا العاملات اللي كاينين تما كاملين تاكدوا بان الضحيه راه انقطعت عن العمل مده شهر ما جاتش، وبان قبل من هذا الشهر راه كانت تخدم تما فعلا، وراه كانت عندها علاقات طيبه مع البنات اللي كانوا خدامين معاها تما. ما عمرها دابزات مع شي واحد، عمرهم شافوا عليها شي حاجه، عمرهم لاحظوا عليها شي سلوك اللي هو غير عادي. يعني ما عطاوش شي معطيات الا حاجه وحده، بان البنت راه كانت شهر وهي ما خداماش. الوالدين ديالها قال لك راه خدامه، يعني كاين تناقضات هنا. عاودوا باش ياكدوا رجال الدرك الملكي الاقوال ديال دوك العاملات، استمعوا لمول الضيعه. مول الضيعه استمعوا ليه لحقاش هو اللي كيخلص العاملات. واش فعلا هاد البنت هادي توقفات على الخدمه شهر هذا؟ ملي استمعوا ليه رجال الدرك الملكي اكد الاقوال اللي قالوا العاملات بان ديك البنت خدمات عندي شهور هنايا في الضيعه الفلاحيه في فيرما، وراه كانت خدامه كتخلص الجورني ديالها، الامور ديالها بخير، مقابله خدمتها، عمرها جبدت شي مشاكل، عمرها ثارت الانتباه ديالو. قال لك حتى الشهر هذا انقطعت على الخدمه بلا ما تهضر، عفوا بلا ما تهضر معاه، بلا ما تخبروا، بلا ما حتى حاجه. ملي خداو رجال الدرك الملكي هاد الافادات، عاودوا استدعاو الوالدين ديال البنت، قالوا لهم بنتكم راه شهر هذا ما خداماش وموقفه الخدمه، علاش ما قلتوا لناش هادشي؟ قلت ودي ما فرصناش، حنا بنتنا فراسنا خدامه وراه كتجيب الفلوس اللي كانت تعطينا راه كانت تعطيها لنا ديما، وحنا ماشي على علم. الا كانت بنتنا وقفات الخدمه الله اعلم فين كانت تمشي، الله اعلم. هذا هو اللغز، هي واحد الحقيقه بانت ما كانوش حتى الوالدين عارفينها، كانت خزناها عليهم الضحيه. وهذه الحقيقه اكدوها الخدامات اللي كانوا في فيرما، واكدها الباترون ديال مول الضيعه الفلاحيه. يعني كاينه شي حاجه تما. فين كانت تمشي هذه البنت في هذا الشهر اللي توقفات على الخدمه، مع العلم انها كانت كتمشي مع الصباح كتقول لوالديها رانا غاديه للخدمه، مع الصباح كتنوض الصباح بكري كتمشي، 7 الصباح راه خارجه من الدار. يعني كاينه شي حاجه تما، واحد الحلقه اللي هي مفقوده خصها تلقى. المهم دارت الخبره ديال الهواتف، داكشي كياخد وقت خص باش تجي النتيجه ديال الخبره.
شنو باش توصلوا رجال الدرك الملكي؟ توصلوا التقرير ديال التشريح الطبي. التشريح الطبي اكد بان البنت هذيك الضحيه راه مات عن طريق الخنق كما توقعوا الجدرميه، يعني مات مخنوقه. وهذوك اثار ديال التعنيف غادي يكونوا اثار ديال اليدين ديال هذاك اللي قتلها. واكد التشريح الطبي بان الضحيه كانت حامله في شهرها الثالث، يعني كاينه مشاكل ما كانتش في راس الوالدين ديالها وما عرف حتى شي واحد، لحقاش حتى واحد ما كشف بان ديك البنت عندها شي علاقه مع شي واحد. عاوتاني ملي بانت هاد المعطيات عاودوا استدعاو رجال الدرك الملكي هذيك الوالدين ديال البنت الضحيه، واستمعوا لهم قالوا لهم البنت ديالكم الحاجه الاولى كانت بالقطع على الخدمه شهر ما في راسكمش، وحاجه اخرى قلتوا لنا راه ما متزوجاش، هي راه حامله، واش عندها علاقه مع شي واحد؟ ما عارفينش واش عندها علاقه ولا راه ما في خبرنا حتى شي حاجه. هذا هو الجواب ديال الوالدين ديالها بجوج. مشاو رجال الدرك الملكي عاوتاني استمعوا لدوك الخادمات، هذوك العاملات اللي كانوا كيخدموا معها في فيرما، واش ما عمرها عاودت لكم؟ واش ما عارفينش واش عندها شي علاقه غراميه خارج الاطار الشرعي ديال الزواج مع شي واحد؟ كلهم البنات اكدوا بانهم ما فراسهم حتى شي حاجه. وبقاو رجال الدرك الملكي كيتسناو النتيجه ديال الخبره، ربما هي اللي غادي تكشف معطيات اللي تقدر تعاون في البحث. ولكن قبل ما تجي المعطيات ديال الخبره على الهاتف ديال الضحيه غادي يجيو الوالدين ديال البنت وغادي يتقدموا مركز الدرك الملكي وغادي يقول لهم بان راه كاينه واحد السيده سميتها راه صديقه حميمه ديال بنتنا، راه بيناتهم من الطفوله هما صحابات، راه عندها شي معطيات غادي تفيدكم في البحث. ملي استمعوا اليوم في هذه الافاده انتقلوا رجال الدرك الملكي عند ديك السيده العنوان ديالها، خصوصا انها كانت تتسكن في منطقه النفوذ ديالهم. ملي وصلوا سولوا عليها في الدار لقاوها، بعد ما جات تقدمات عندهم قدموا لها رسوم وقالوا لها السبب على جاو عندها، وقالوا لها علاش جينا على الوفاه على الجريمه ديال فلان، واش كتعرفيها؟ قلت لهم كنعرفها، هذيك صاحبتي من الصغر وانا وياها بحال الخواتات وراه ما كنتخزنوا حتى شي حاجه، واش عندك شي حاجه باش تفيدينا بالخصوص هاد البنت هذه؟ قلت لهم عندي، هذيك راه اي سر ديالها راه عندي، والاسرار ديالي حتى انا راه كاينه كانت عندها كنعاود ليها، كنتبادلوا الاسرار ديالنا لحقاش كانت صديقه ديالي وكنتيق فيها وعمرها خرجت شي حاجه وكانت عزيزه عليا وكانت مرتبتها عندي كبيره بزاف. قلت لهم بان الضحيه في الشهور الاخيره عندها واحد العلاقه مع واحد السيد اللي تا هو ولد الدوار، وهذاك السيد اللي من الدوار كانوا ابن واحد العائله اللي ميسوره، واحد العائله من الاعيان ديال البلاد. خداو هذه الافاده من عند ديك السيده، سنات على الاقوال ديالها، ومشاو رجال الدرك الملكي عند داك السيد استدعاوه باش يستمعوا ليه في هذا الخصوص، في هذا الشأن هذا. وقبل ما يستدعيوه كانوا سولوا في النتيجة ديال الخبرة ديال الهواتف، وعطلوا الاستدعاء ديالو حتى يتوصلوا بالنتيجة ديال الخبرة باش يواجهوه إلا كانت عنده اتصالات معها. المهم ملي توصلوا بالخبرة بانت مجموعة ديال الارقام اللي كانت كتبادل معهم المكالمات،
وكانت واحد الرقم في الآونة في الأشهر الأخيرة كانت عندها علاقة اتصالات كثيرة مع الضحية. هذاك الرقم ديال من؟ ديال السيد اللي قالت هاد السيدة، ديال الصديقة ديال الضحية. يعني داكشي اللي قالت هاد السيدة صحيح، بأن هذاك السيد كانت عنده علاقة، لحقاش بان النمرة ديالو كانت مكتوبة في سميتو، مسجلة عند الشركة ديال الاتصالات اللي عطاتو هذاك الرقم. يعني أقوال ديالها ترتكز على الصحة. يعني خص هاد السيد هذا يتعمق معاه البحث، لأنه موضوع شكوك، خصوصا أن الضحية تلقات وهي حاملة. ملي دارت التحريات على هاد السيد قبل ما يتستدعى، بان بأن داك السيد مزوج، عنده المرأة، ولكن كان في نزاع مع المرأة. كان وقع نزاع مع المرأة كسائر الأزواج، أي واحد كيدابز، أي واحد كيتخالف مع مرته وكتوقع الخلاف، كيوقع الغيار، ولكن من بعد راه كيتصلح الأمور. هاد السيد ملي دابز مع الزوجة ديالو مشات غضبات وخرجات من الدار، ما بقاتش عايشة معاه في الدار. هادو هما المعطيات اللي جمعوها الناس المكلفين بالبحث من خلال التحريات اللي دارت. استدعاو السيد، مشاو لعندو، قدموا ليه نفسهم وقالوا لي غتمشي معنا للمركز. علاش غنمشي للمركز؟ قال لهم غادي نسولوك على القضيه ديال ديك الجثه اللي تلقات في المقبره. قال لهم مالي انايا؟ قال لي ديك السيده ما كتعرفهاش، راه ما تدورش، ما كتعرفهاش. اش داني نعرفها؟ ما كنعرفها، ما كتعرفني. نتوما جايين ترميو عليا الباطل، بغيتو تورطوني، بغيتو هادي، بغيتو هادي. نوض قربالة على الدركيين اللي مشاو لعندو وخلاوه حتى عيا، وقالوا لي غادي تركب دابا بخاطرك تمشي معنا، ولا غنتصلوا بالنيابه العامه يعطينا امر ديال الوضع ديالك تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، ونركبوا لك المنوط بزز وغادي تمشي. دابا اختار اش بغيتي. قال لهم نمشي، ما كاين باس، انا راه ما داير والو، نمشي معكم فين ما بغيتو، يلاه زيد. جابوه دخلوه الله بريقاد، بداو معاه البحث، سولوا على السيده كما قلت لكم. قال لهم هذيك السيده ما كنعرفها، ما كتعرفني، انا مزوج، شنو شاركني مع ديك السيده؟ شوفوا كان لا والو. شحال الرقم ديال الهاتف ديالك؟ هو الرقم ديال الهاتف ديالي. جبدوا لي الخبره ديال الهاتف ديال الضحيه. واش الرقم ديالك هذا؟ الرقم ديالي. شحال هنا من دقيقه انت كتهضر معاها؟ 35 دقيقة. شحال هنا 20 دقيقة. شحال هنا 15 دقيقة. شحال هنا ساعة. شحال هنا. عندك علاقة شريف مع هاد السيدة وانت كتنكر؟ يمكنش ما كاينش عندك علاقة. لا ما عنديش علاقة، لا هادي لا هادي. قالوا لي لا، غا جاوبنا على هاد الارقام، هادي راه النمرة ديالها، راه عطاوها لنا والديها، وطلعت الرقم ديالك تما كتهضر معاها باستمرار. علاش؟ قلنا وانت كناكرها بكاع في خطرة والمكالمات ديالك. يعني كاين تناقضات، راه واخا ما يعترفش غيدار تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، لحقاش كاينه معطيات ماديه ما قدرش يجاوب عليها وما قدرش يعطي عليها اجوبه اللي هي مقنعه اللي يقبلها القضاء. السيد بقى غير كيخربق. حاصروه رجال الدرك الملكي بالاسئله من جميع الجوانب، والو ما بغاش. من موراها هزوه ومشاو داروا التفتيش في الدار ديالو بعد الحصول على الاذن من النيابه العامه. داروا التفتيش في الدار ديالو، كان هو مزوج، ولكن الزوجه ديالو راه غضبانه، راه عند مالين دارها، ما كايناش تما في الدار. يعني من المحتمل يكون تيدخلها لديك الدار، باش كان ساكن غير بوحدو، مادام مرتو ما كايناش راه عنده امكانيه، ويمكن تكون شي حاجه تما عنده في الدار اللي تقدر تفيد البحث. وبالفعل ملي مشاو راه الانسان
دابا شي جوج قضايا ولا ثلاثه القضايا تيكون الهاتف ديال الضحيه هو اللي كيفك اللغز. ملي داروا تفتيش في المنزل ديالو لقاو الهاتف ديال الضحيه عنده في الدار، وقالوا رجال الدرك الملكي ربما تكون الدار هي مسرح الجريمه، ربما هي فين قتلها، تما قتلها وهزها وداها رماها في ديك المقبره اللي كانت بعيده شي شويه على الدوار. هذا هو الاحتمال اللي كان عند رجال الدرك الملكي، وهادشي علاش قرروا باش يديروا تفتيش في الدار. التفتيش في الدار ما عطاش شي نتيجه من غير انهم لقاو التليفون ديال الضحيه. في الاول ديال ما التليفون ديالي ملي تشعل التليفون وتجبدت نور تعرف بان راه ديال الضحيه، وتعرض التليفون على العائله ديال الضحيه قالوا التليفون ديال بنتنا هذاك، التليفون ديال بنتكم هو تلقى عنده في الدار، عندك مكالمات مع هاد السيده هادي. قلنا علاش و100% حيد التليفون وخزنو باش ما دارش الخبره وباش ما يتعرفش، لحقاش هو كانت عنده علاقه معها سريه، كان حاتي يحاول يتلاقى معها ما يشوفوا حتى شي واحد. علاش؟ لحقاش تيدير الاحتياطات ديالو حيت مزوج. المهم اللي تحاصر التليفون المكالمات لقى ما يقول، خصو يجاوب وبغى يلتزم الصمت، راه غادي يمشي للمحكمه يتقدم وغيتحال على التحقيق تيهضر على خاطرو. ما بغيتيش تهضر راه غادي تحكم، حقاش ما يمكنش ما بغيتيش تجاوب يعني راه عندك شي حاجه، راه خصك تجاوب على هاد النقاط هادو. في الاخر ملي تحاصر بهاد المعطيات اللي كانت ضده اعترف والاعتراف ديالو كان على الشكل التالي. قالك بان حوالي تقريبا 4 شهور هادي، قالك ملي غضبات ليه المرأة ولا عايش بوحدو، يعني ولا عنده فراغ عاطفي. وهذه رسالة للعائلات المزوجات، إلا قدر الله كاين خلاف كاين مع الراجل، حاولي تجلسي في دارك، ما ديري عند الوالدين، حاولي جلسي في دارك، حافظي على دارك، لحقاش الغيار تيكون اي واحد، ما كاينش شي جوج اللي ما كيدابزوش في العالم، ما كاينينش. والمشاكل راه الا ما كدابزوش راكم نتوما غير عاديين. الا كانوا شي جوج ازواج ما كاينش الخلاف بيناتهم راه ماشي عاديين، لحقاش الحاجه الطبيعيه هو ان كيكون الخلاف مره. بحال هاد السيده نتوما غادي تشوفوا، مشات المراه خلاف ما داروا لا طلاق لا حتى شي حاجه، شاف ديك البنت في ديك الوقيته فاش كانت مرته خارجه من الدار ولا كيتبعها باستمرار، كيتعرض لها، كتخرج من الفيرما حتى كتوصل لشي بلاصه اللي ما فيهاش السكان وما فيهاش الناس، كيوقف عندها كيهضر معاها. في الاول البنت ما بغاتش، هذه اليوم غدا قالك حتى قبلات تهضرات معايا، قالك ما اقترحت عليه باش ندير معها علاقه، قالت لي لا ما نديرش معاك علاقه، انت راه مزوج. قال لي انا راه مع المراه في الصداع وفي المشاكل وراه غادي نطلقها، وغادي نتزوج بك. ملي قال لي هاد الهضره طمعات، خصوصا وانه هو من عائله ميسوره من الاعيان ديال البلاد تمايا. المهم ملي قبلات ولات كتلاقى معاه مره، ولكن ملي خرجت المراه ولا يمشي كتمشي معاه للدار مره. قال لك كنت نديها للدار، ولا تعاشرها معاشره ديال الازواج خارج الاطار الشرعي ديال الزواج. بقات الامور هكاك. قال لكم في الشهر الاخر قلت ليها صب بلي بقيت تمشي لديك الفيرما تخدمي تضربي تماره، بديت تخرجي من داركم وجي عندي انا نعطيك داكشي اللي كيعطيوه لك نعطيه لك بالدوبل. ولات كتخرج مع 7 الصباح على اساس راه غاديه للخدمه، والديها في راسهم راه غاديه للخدمه، هي راه غاديه عند داك السيد، كتجلس معاه في الدار حتى توصل الوقيته فاش كتخرج عاوتاني، وكتخرج كيطلوا من الشرجم ومن الباب ما كاين حد ما شافهم حد، كتخرج كتمشي في حالتها. وخلال هذاك الشهر اللي كانت ما كتمشيش، كانت ذاك الشهر كله دوزاته في الدار. ومن خلال العلاقه
اللي كانت من الاول كيمارس معاها حملات. قال لك ملي حملات، قال لك وعرفات راسها بانها حامله، قال لك ولات كتهددني، ولا هو كيتهرب منها، ولا كيتنصل بالمسؤوليه ديالو. واحد الحاجه، واحد الفعل هو مسؤول عليه وكيتنصل منه، بغى يسمح فيها. قال لك ولات هي كتجي في هاد الايامات الاخرى، قال لك ولات كتجي حتى لحدا الدار. قال لك كنت تقول لي غنمشي عند والديك، غنمشي عند مرتك، غادي ندير لك، غنفعل لك، يعني ولا السيد في ورطه. قال لك ملي وليت في ورطه ولات كتهددني، وقال لك اقترحت عليها نعطيها الفلوس وتمشي دير الكيرطاج، قال لك ما قبلتش. قلت ليه والو ما نديرش الكيرطاج، غتزوج بيا. انت اللي ضيعتي لي الشرف ديالي، انت اللي غتزوج بيا. انا ما ندير الكيرطاج، ما ندير حتى حاجه. قال لك امام الاصرار ديالها والرفض ديالها، قال لك صافي كنشوف راه غادي تربج لي حياتي، خصوصا انه كان متعلق بمرته وما كانش ناوي يطلقها، كان غير كيكذب عليها غير باش يستدرجها باش يوصل للمبتغى والهدف ديالو. المهم قال لك ملي ولات كتهددني، قال لك صافي حسيت بالخطر. قال لك والديا ما غيقبلوها لياش، علاش؟ لحقاش انا مزوج اصلا. قال لكم من غير انا مزوج، الوالدين من الاعيان ديال البلاد، قال لك الوالدين غادي يبغيو ليا شي وحده من عائله اللي ميسوره. باش تشوف الكلاخ ديال الانسان، راه كاين اللي باقي عنده هاد الافكار. راه حنا لاباس علينا، خصنا نشوفوا اللي لاباس عليه، بنت تكون لاباس عليهم وراه تقدر تجيبها وغتنوض لك المشاكل. ما تيشوفش الانسان يقلب على السيده اللي تفاهم معاه، اللي تعاون معاه على الزمان، اللي تكون رفيقه الدرب ديالو. حقاش وحده تقدر تكون من عائله فقيره، هي اللي غادي تهز لك همك، وهي اللي غادي تقسم معك الافراح والمسرات ديالك والاحزان ديالك والمطبات ديالك، يعني وغادي تكون الدراع اليمين ديالك. ما يمكنش تقول ما ناخذهاش. الانسان خصو يقلب على اللي تعيش معاه حياته، وما تسمحش فيه في مرحله من مراحل ديال تكون شي ازمه. ولا كاين هاد الناس اللي عندهم هاد الفكره هادي، قال لك الوالدين ما غيقبلوها لياش للزواج، قال لك كل وليد غادي يجري عليا وغانا قال لك كنعيش غير بالخيرات ديال الوالد. قال لك ما غاديش يبغي وغادي ما غيرضاش، قال لك وغادي نولي حتى انا مشرد بحالها. قال لك وليت كنقلب في الحل. قال لك حاولت معاها الحلول الحبيه ما بغاتش. قال لك تما وليت كنفكر باش نتخلص منها بصفه نهائيه. قال لك درت معاها موعد في ذاك النهار فاش اختفت، خرجت من دارهم. قال لك كالعاده مع السبعه جات لعندي، قال لك تلاقينا في الدار تمايا. قال لك غفلتها، قال لك كانت مجبده، قال لك غفلتها وشديتها وقجيتها. قال لك قجيتها، قال لك تا بقات تتفركل تبدا الامانه امانته. قال لك من بعد قال لك هزيتها، قال لك وحطيتها في الطوموبيل، قال لك وديتها بالليل رميتها تما في المقبره. قال لك ورجعت في حالتي. هكا كانت الاطوار ديال هذه الجريمه، وهكا في هذه الظروف ارتكبت هذه الجريمه البشعه. يعني الانسان ما كيحسبش الخطوات ديالو، ما كيحسبش التصرفات ديالو، وما كيعرفش العواقب ديال السلوك ديالو، حتى كيطيح في مشكل اللي هو كبير. وشنو بان ليه الحل؟ هو يقتل. ومادام درتي واحد المشكل خصك تحمل مسؤوليتك، ما عندكش الحق باش غادي تقتل. ولا لا، خصك تكون مسؤول. وشوف مع مرتك تزيدها هي المره الثانيه، ولا شوف يعني خصك تحمل مسؤوليتك. هذاك خطا ديالك ماشي جا طاح عليك من السماء، هذاك الشيء انت اللي كتحمل التبعات ديالو. خص يكون الانسان على قد المسؤوليه، ماشي غير بنت الناس غير توقع لك معها مشكل تحمل له وتسمح فيها. لا، ما كيدارش داك الشيء. ماشي معامله ديال ولاد الناس وديال الناس اللي مربيين. هادشي اللي وقع لهذا. ملي تضمن الاعتراف ديالو
اعترف بهذه المسائل. هذيك البنت شكون اللي ضيع عليها الشرف ديالها؟ هو اعترف بان راه كان تيمارس معها ممارسه ديال الازواج، يعني هو اللي كان مول الجنين، واعترف بكل شيء. اتصلوا بالنيابه العامه، عطاهم السيد الوكيل العام تعليمات بالوضع ديالو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. دارت العمليه ديال اعاده التمثيل ديال الجريمه، تمثلات الجريمه عاوتاني، توثقات بالصور اللي غادي تمشي مع المسطره. وملي كملت المسطره غيزوا ليه مسطره مطرطقه وداوه قدموه امام انظار السيد الوكيل العام. بعد الاستنطاق ديالو حالوا على التحقيق، ومن بعد دار ليه الايداع في السجن. وكان راجل الملف ديالو في المحكمه، وصدر في حقه واحد الحكم اللي هو نهائي حائز لقوه الشيء المقضي به، اللي هو المؤبد. كاينين جوج ارواح، كاين جنين وكاينه الضحيه. انتم كتشوفوا الاخطاء هنا مشتركه. الاخطاء ديال الضحيه الله يرحمها ويوسع عليها ما كانتش دير علاقه مع واحد اللي مزوج، وهذاك السيد هذاك الجاني هذاك القاتل ما كانش عليه يدير علاقه خارج الاطار الشرعي ديال الزواج وهو مزوج يعني. والمراه ديالو ما كانش عليها تغضب. وبالمناسبه هذا نداء، وقالك مشكل ما عندك علاش تمشي لوالديك، حاولي تفك مشكلك في دارك وجلسي في دارك، وخصك تكوني متشبته بدارك. هي سمحت فيه، لقى فجوه ديال 4 شهور، ولا عنده فراغ عاطفي، ولا كيقلب، بانت ليه هادي، هو جاب المشكل، هو قتله، هو جنى على راسو ومشى حتى واحد ما استفد. لا ديك المراه اللي غضبات هو راجلها مشى للحبس غرق، هي غادي تطلب الطلاق 100%، هي الضحيه مات، وهذاك مشى يتدفن غادي يموت في الحبس. يعني حتى واحد ما ربح. نتمنى باش تخاد عبر ودروس من هاد القصص الإجرامية وهاد القضايا الإجرامية الجنائية اللي كنعاود، ويستافد منها الإنسان، واللي كان غادي في هاد الطريق ياخذ العبرة ويحاول يصحح